السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وتكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشوفوا واحد الدروس اللي ما كنتعلموهاش أكيد في المدرسة، وإنما كنتعلموها من خلال تعاملنا ولقاءاتنا وحياتنا. من طبيعة الحال المدرسة من طبيعة الحال كتعلمك كيفاش أنك تنجح في الامتحان، كتعطيك واحد الدروس اللي تقدر تحتاجها تقدر ما تحتاجهاش، ولكن الحياة اش كتعلمك؟ كتعلمك كيفاش أنك تنجح يعني في الواقع ديالك، تنجح مع ناسك، تنجح مع عائلتك، تنجح مع راسك هو الأول. كاينين دروس يعني ما يمكنش تلقاها في أي كتاب من طبيعة الحال، ولكن تقدر هاد الدروس هذه يعني تحدد المستقبل ديالك أكثر من أي شهادة أخرى. انك خاصنا واحد الدروس نكونوا مكتسبينها او عارفينها، او لا خاصنا يعني نكونوا واخدينها يعني عن ظهر قلب باش نمشيو في حياتنا بطريقه زوينه. لان ما عندناش كتب غادي نحفظوها وغادي ندوزو امتحان، لا، وانما حنايا في الامتحان وهذوك الدروس كنكتسبوها من دوك الامتحانات. اهم الدروس اللي ما كنقراوهاش في المدرسه، اول حاجه ليس لكل مجتهد ينجح. ليس كل مجتهد ينجح، يعني ماشي اي واحد كيجتهد راه غادي ينجح. ان الا اجتهد في الاتجاه الخطا ما عمره ما غادي ينجح. اذا الاجتهاد خاصو يكون في الاتجاه الصحيح. النجاح ما كيعتمدش على كثره الجهد ولا يعني داك المقاومه بزاف، ولكن على اختيار الطريق الصحيح. لان الا اختارينا الطريق الصحيحه فالنجاح اكيد غادي يكون صحيح. كذلك كاينه حاجه اخرى، لا احد سيؤمن من بحلمك كما تؤمن انت. حتى شي واحد ما غيامن بداك الحلم ديالك، انت اللي عارف اشنو اللي باغي، انت اللي عارف فين باغي توصل، وهذاك الحلم انت اللي كيقيسك، ما كيقيسش الطرف الاخر. لهذا ما خصناش ننتظروا التشجيع من الاخرين. كنقول انا لا ما كيشجعنيش، هذا اللي قريب ليا، هذا الشخص مثلا زوج، اب، اخ، ولا شي حد اللي معايا في الدار كنبغي انا ديما يشجعني. لا، ما يشجعنيش، لان ماشي هو اللي قيسو داك الحلم، ماشي هو اللي غيحس بداك الحلم. ان بزاف منا ما كيصدقوش، يعني شحال من فكره كتكون في بالهم ما كيصدقوهاش حتى كتنجح. يعني ما تيامنوش بداك الحلم، ما تيامنوش بديك الفكره، ولكن خاص يعني انك تامن بالفكره ديالك وبالحلم ديالك وتخدم عليه، ويكون عندك واحد التصديق مسبق بانك راه غادي توصل. واكيد بطبيعه الحال كتكون عندك هذيك القناعه الكبيره، ومن طبيعه الحال بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى فاكيد غادي توصل. كذلك خاص يكون عندنا هاد الدروس هادو ديال الحياه اللي قلنا، هي مهاره التواصل. مهاره التواصل هي ضروري. علاش؟ لحنا طبعنا يعني ناس اجتماعيين، وضروري باش غنوصل بزاف المناصب او بزاف ديال المعلومات فخاص ضروري يكون عندي واحد التواصل يعني مع فئات معينه. اذا هنا خصني نتعلم كيفاش نتواصل مع الناس. هذا التواصل هذا كيفتح لي ابواب اللي ما كتفتحهاش الشهادات. يعني التواصل ضروري، ما نكونش مقوقع على راسي، ما نبعدش راسي، نعرف نهضر، فوقاش نسكت، فوقاش نسمع. واحسن حاجه هو انني دائما 10% ديال الهضره و90% ديال السكات مع الناس اللي كنحس بهم اكثر مني علما واكثر مني يعني كما كنقولوا درايه. قد يعرف شخص اقل منك علما، يعني شي حد اقل منك، مثلا نقولوا مثلا عنده هو البكالوريا وانت عندك الماستر، ولكن هو بالمعرفه بالجد بالحياه علماته بزاف، او لا في واحد المجال اللي انت بعيد عليه يعني بعيد. اذا انت خصك تكون هنا مستمع، ولكن كيتقدم هذا الشخص هذا. واش كيتقدم عليك؟ كيتقدم عليك بالافكار، وكيعرف كيفاش يعرض الافكار ديالو، وكيفاش يكسب الثقه ديال الاخرين. هذا تعلم هذه المهاره ديال التواصل. اذا التواصل راه ماشي شي حاجه اللي سهله، انما فيها كنعرف كيفاش نقدم افكاري، كنعرف فوقاش نسكت، كنعرف كيفاش الناس نقنعهم. اذا هنا خاصني نتعلم مهاره ديال التواصل اللي هي راه كبيره بزاف. كذلك خاصني اولا درس من دروس الحياه، الوقت هو راس مالك الحقيقي. ما غاديش تقرا هادشي في المدرسه، وانما غادي تقراه في الحياه. غتلقى راسك انك ضيعتي حياتك، غتلقى راسك دابا في الثلاثينات او الاربعينات ومازال ما درتي حتى شي حاجه، او لا نقولوا درتي شي حاجه ولكن ما كانتش كما يجب. غتقول وقت طويل كنت خاصني نكون واصله لواحد المستوى يعني كما كنقولوا نكون راضيه به، ولكن الوقت خصنا نعرفوا بانه هو راس مال حقيقي ديال بصح. المال الفلوس نقدروا نعوضوهم اكيد، ولكن الوقت ما كيرجعش نهائيا. والوقت هو اللي كنكتسب، هو اللي نقدر ننجز فيه، هو اللي غنجح فيه، هو اللي ندير فيه بزاف ديال الحوايج. اذا الوقت ديالنا راه هو راس المال الحقيقي. ولكن
سي جامي ترو طار، ما كنقولوش صافي في هذا الحال حكا انت راه فتي 40 ولا كذا، لا، دائما هناك فرصه، دائما نفيقوا، ما كاينش مشكل. كذلك من دروس الحياه، الفشل ليس نهايه، هذه خصنا ناخذها قاعده، وهاد الدروس هذا نقدموه نفوسنا ومن طبيعه الحال لوليداتنا. يعني الا فشل ولدي في واحد الامتحان ما نجيش نلومو ولا شي حاجه، لا بالعكس، خصني نعلمو دائما بانه الا خطا راه خاصنا نخطئوا باش ننجحوا. دائما تكون هكا مثلا بنتك جابت لك واحد التمرين باش تصحوا ليها فخطات، ما نغوتش عليها ولا نعايرها، وانما نقولها راه خاصنا نخطئوا باش ننجحوا. كتوقع عندنا واحد القاعده في الدار ديالنا وفي الذهن ديالنا، هكذا البنت كتعاود بواحد الثقه. ولكن الا قلتي لها لا خطاتي صافي وغوتي عليها، ما غتعاودش المحاوله. لان كل تجربه خصنا يعني اللي عارفين او اللي نذكروا بها نفوسنا ان اي تجربه فاشله ضروري كتاخذ كيكون معها واحد الدرس اللي هو كيديك الطريق ديال النجاح. يعني هذا راه في حد ذاته، هذا الدرس هذا ما غيعطيه لك حتى شي واحد. انت خسرتي فشلتي ولكن خديتي معك درس. هذا الدرس ملي غادي نعاود من طبيعه الحال ما غاديش نعاودو، ما غاديش نكرر نفس الاخطاء. اذا هنايا راني تعلمت درس، ودرس كبير بزاف. كذلك من دروس الحياة أن ماشي كاع المعارك خصني ندخل فيها، يعني ماشي كاع الحوارات أو كاع النقاشات أو كاع الجدالات أنا مفروض أنني نكون فيها. لا، خاص يكون عندي قيمة وثبات، وكذلك خاص يكون وقتي غالي. أنا ما كندخلش في أي حاجة، لأن الحقيقة هو أن الانتصارات الحقيقية مش أنا باش نبين راسي منتصرة دائما وأنا حكا كنعرف نهضر وأنا هذا، لأن بعض الانتصارات يعني حقيقة يعني امتى كتبدا هذا الانتصار؟ ملي كتنسحب، كتختار راسك، كتختار انك تبعد، كتختار انك تبعد على داك الصداع وداك كتقول اش غنكسب انا من هذا الشيء، شنو غادي نربح من هذا الشيء؟ غادي نضيع وقتي، غنضيع طاقتي، غنضيع جهدي، وكذلك غادي نخسر الصوره ديالي. اذا دائما كنبقى نفكر واش يستاهل هذا الموقف انني نتجاوب معاه اولا نسحب حسن ليا. واغلب المرات كنفضل انني ننسحب. علاش؟ باش كنحافظ على الهدوء ديالي، على انضباطي، على كما كنقولوا على وقتي وعلى القيمه ديالي. اذا ماشي كاع المعارك تستحق انني انا نكون فيها. كذلك درس من دروس الحياه، الانضباط يتفوق على الحماس. الحماس كيكون دائما في الاول زايد. ملي كتهضر على شي حد، كتهضر مع شي حد على شي مشروع ولا شي فكره، كيتحمس ويقول لك مزيان هذا الشيء انا غندير انا، يعني كيكون داك الحماس زايد. الحماس اش كيعطي واحد الشحنه، هو مزيان ولكن الا ما كانش معاه هذا الحماس، الا ما كانش مرافق مع صديقه اللي هو الانضباط، فكيفشل، كيعيا، كيرجع للور. اذا حنايا دائما حماسنا خاصو يكون موازي مع الانضباط ديالنا. الا انضبطت بمعنى الا استمريت على هذاك الحماس واستمريت على العمل اللي انا قدمت عليه فهنا غنمشي بعيد. ولكن الا كان غير حماس، فالحماس كيعيا وكيطفى يوما ما يمكنش غادي يبقى. يعني واحد شويه كيمشي كل شيء. علاش؟ لانني ما بقيتش منضبطه. علاش؟ لان ما عنديش مبدا ديال الاستمراريه. علاش؟ ما عنديش هذاك الثقافه او كقاعده، وما متفكراش دائما ودايره مبدا في حياتي بان احب الاعمال عند الله ادومها وان قل. هذه خاصه ديرها في حياتك، يعني كقاعده تكتبها في يعني واحد ديرها كما كنقولوا قاعده في البيت ديالك دائما. هي جمله، ما نقولش جمله، اعوذ بالله، هي كلام ديال رسولنا الكريم ديال الله سبحانه وتعالى، انه قال لنا بانه الاعمال اللي كيحبها هي اللي كتكون قليله وكتكون دائمه، ماشي ديك الاعمال اللي كتكون كثيره وفي الاخر كتحبس. اذا هنايا قلنا الانضباط خاصو دائما يكون مرافق مع الحماس، ولا راه يعني غادي يطفى كل شيء وما غادي يبقاش عندنا واحد النجاح، او لا يكون عندنا واحد الثبات يعني ديال داك الحماس. كذلك درس من دروس الحياه، الناس ما تنساش انك تذكر كيفاش خليتيهم يحسوا اكثر ما كيتذكروا اشنو قلتي انت الهدف ديالك من واحد الاجتماع هو انك اشنو قلتي، ولكن الاهم حاجه شنو الاحساس اللي خليتي عندهم، شنو الاثر اللي خليتي، شنو الانطباع اللي خداو عليك. لهذا دائما عامل الناس بواحد الاحترام وخلي واحد الاثر طيب في حياتك. دائما
تكون عندك مبدا انني انا مشيت هذا المكان او لهذا المجمع او لهذا الاجتماع خصني نخلي واحد البصمه خير، خصني نخلي واحد الاثر طيب، خصني نخلي واحد الابتسامه الناس يتذكروني بها، يعني نعرف كيفاش نتعامل، نعرف كيفاش نبتسم، نعرف وهذاك الشخص اللي مكشر كما كنقولوا او مغوبش دائما فما كيحبوش الله سبحانه وتعالى. خلي الابتسامه ديالك دائما مرافقاك وعامل الناس باحترام وخلي اثر طيب، فهذا غيعود عليك انت اولا بالنفع وكذلك الاخرين. خلاصه هذه الدروس ديال الحياه هي اننا خصنا نعرفوا ان الحياه من طبيعه الحال ما غاديش تعطيك جوائز، يعني بالنسبه الا كنت انسان ذكي صافي غير ذكي غادي يعطيك الجائزه وصافي هذا لا، ولكن الحياه لمن كتعطي الجوائز اللي كيتعلم باستمرار، اللي دائما هو اجور، دائما هو كيقرا، دائما هو متجدد، دائما باغي يعرف المزيد وكيتكيف كذلك مع التغيير. وقع شي تغيير كيتكيف، ماشي كيرجع للور وكيفشل وكيرجع للور وكيكتئب وكما كنقولوا هاز الدنيا وكيقول لا صافي هذه هي الفرصه الاخيره اللي عندي. دائما كيتكيف واخا يتغير الوضع فهو دائما كتلقاه واجد وكتلقاه بانه قادر يبدا من جديد وكيستمر من طبيعه الحال رغم الصعوبات. هذا الشخص هذا هو اللي كتمنحه الدنيا الجوائز. علاش؟ لانه دائما مستمر، دائما راه متكيف، دائما هو قادر انه يبني، يعني ما مش كيعرف غير تهدمات له الدار ما يعرفش يبنيها، وانما هذا دائما معول على بدايه جديده. من طبيعه الحال هي الحياه او لا ما غاديش نقولوا الحياه وانما المدرسه اللي قرينا فيها غتعطيك شهاده حاجه عاديه، وهذا الشيء كيدير لنا واحد الانجاز، كيدير لنا واحد الشعور زوين وكيفرح وليدات، كيفرح هذوك الوليدات اللي خداو ديك الشهاده، وكيفرح الوالدين. من طبيعه الحال حنا ما كنستهونوش بشهاده المدرسه، وانما في الاخر ملي غتشد دوك الشواهد انت غادي تنطلق في الحياه. اذا هنا خصك شواهد ديال الحياه من طبيعه الحال، ولكن قلنا الحكمه كتمنحك، الا كانت عندك هذيك الحكمه فهي كتمنحك القدره على صناعه حياه تستحق ان تعيشها. اذا هنا دائما خاصنا نوازنوا ويكون عندنا واحد المبدا ديال انني باغا نتعلم والتعلم يعني باستمراريه، فهذا الشيء كيخليك انك تعيش حياتك بحكمه وبانطلاقه جديده دائما. وشكرا لكم وشكرا لحسن التتبع. سمحوا لي طولت عليكم، ولكن كنتمنى ان شاء الله الموضوع يعجبكم. فهو قلنا دروس ديال الحياه هي مختصره من طبيعه الحال، هي تذكير ليا او ليكم، لهذا كنصحكم دائما بان دائما التريث ودائما نبني راسي، دائما نبني شخصيتي ونفسيتي، لان هذا الشيء ما كيفوتش عليه الحال وسي جامي ترو طار. وخا الانسان يوصل لاي سن فدائما كتبقى هناك فرصه وهناك امل وهناك يعني كاين واحد الخير كيتسناني وانا خصني نعمل عليه. وشكرا لكم، الى اللقاء ونتلاقاو ان شاء الله في المره القادمه باذن الرحمن الرحيم. كانت معكم فاطمه زهره خليل، اخصائيه في التوجيه والارشاد النفسي والكوتشنج. الى اللقاء، شكرا.